مهنتي ووظيفتي إن حرامي، والسبب تعالوا نشوف الرسالة بتقول إيه. إزيك يا أستاذة شروق؟ أنا ميم، الوظيفة حرامي. ما تتخضيش، أنا بكلمك عشان أسألك إزاي أبطل أكون حرامي وأنا مش لاقي آكل؟ وده مش مجرد سؤال، دي حياتي ومهنتي والعيشة اللي عايشها. أنا عمري ما كنت كده، بس الظروف هي اللي اضطرتني إن أعمل كده. أنا فاكر أول مرة مديت إيدي فيها على حاجة مش بتاعتي، قلبي كان بيرتجف، وكنت ببرر لنفسي وبقول دي حاجة صغيرة محدش هيحس بيها، وإن دي آخر مرة هعمل فيها كده. بس ما كانتش آخر مرة، كل مرة كنت ببرر لنفسي بحكم الظروف والجوع والضغط، وكنت دايما أقول لنفسي إني مضطر، بس الحقيقة إنه في كل مرة كان باختياري. أنا مش عايزة أبقى وحش، وفي نفس الوقت مش لاقي حاجة أعيش منها، مش لاقي آكل، مش لاقي أفتح بيت وأخلف عيال وأعيش حياة طبيعية زي بقية الخلق، مش لاقي أتجوز ولا لاقي أجوز أختي اللي سابها 3 عرسان بسبب إن معيش أجوزها، مش لاقي أجيب علاج لأمي وأبويا المرضى. ناس كتير من اللي بتسمع حضرتك دلوقتي بتقول ده حرامي ومفيش ليه مبرر، ويمكن هم عندهم حق، بس محدش بيشوف أنا كنت عايش إيه وإيه اللي وصلني لكده. في الأول كنت بسرق حاجات صغيرة، حاجات شايف إنها مش هتفرق، وبعدها بقيت أقول طالما عدت المرة اللي فاتت يبقى هتعدي المرة دي، لحد ما لقيت نفسي داخل في حاجة أكبر مني. وأصعب حاجة إن كل مرة كنت بسرق فيها كنت بحس إن بكره نفسي أكتر، بس الغريب إن كنت برجع أكرر نفس الغلط، وكنت بتجاهل إحساسي بالندم وبالذنب وبتأنيب الضمير. كنت فاكر إني فهلوي وأقدر أعمل أي حاجة، بس دلوقتي أنا اتأكدت إن كنت أضعف مما أتصور. أنا مش جاي أبرر لنفسي، أنا جاي أسأل سؤال واحد بس: هل في حد ممكن يطلع من الدايرة دي؟ هل في حد ممكن يبدأ من جديد بعد كل اللي عمله ده؟ أنا عارف إني غلطت، وعارف إن في ناس مش هتسامح، بس يمكن الاعتراف ده هو أول خطوة إن أرجع إنسان محترم من تاني. يمكن لسه في وقت إن أبدأ أعيش من غير ما أمد إيدي على حاجة مش بتاعتي وعلى حاجة حد. أنا مش طالب إنك تبرري لي اللي عملته، أنا بس بطلب فرصة أفهم هل ممكن واحد زيي يتصلح حاله؟ هنستنى رأيكم في الكومنتات على صاحب الرسالة.